السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعي قناتنا كابتن كوش. اليوم الثلاث الساعة 4 قلنا نطلع كده نغير جو. احنا من محلة فخدنا بعضنا كده رحنا على الترعة اللي عند المرور اللي هي قبل محلة ابو علي. دي الترعة الكبيرة المفروض ان هي تمام، ودي ترعة صغيرة كده فرع صغير منها. فجينا قعدنا على الترعة الكبيرة هنا العربية، وقفنا تحت الشجرة بتاع الجميز دي تمام، وقلنا ايه نجرب هنا شوية. محمود هنا قاعد يطلع شر ويرميه تاني، وكذلك عبد الرحمن يطلع شر ويرميه، وانا برضه اطلع شر صغير كده وارميه، ونرجع تاني ونتكلم ونقول ان احنا ربنا كرمنا الحمد لله بافرع كتير جدا، الاف الافرع من النيل. ولكن للاسف الثروة السمكية عندنا مش غنية، محتاجة شوية اهتمام بس، واحنا ربنا يوفقنا ويبارك لنا ونحتاجش ان احنا نستورد سمك ولا حاجة، لان احنا عندنا مقومات النجاح. افرع جميلة هيت للنيل، اللهم ان بس الجماعة بتوع وزارة الزراعة ربنا يبارك لنا فيهم يهتموا شوية بتنمية الثروة السمكية، وان هم يجيبوا لنا زريعة ويرموها في الانهار ديت وافرع الانهار، وهي بالتالي هتكبر وتتكاثر وتبقى كويس. وممكن نعمل نقول مثلا دعوة لكل هواة الصيد ان كل واحد يعمل صدقة جارية له، اللي يقدر ب50 اللي يقدر ب100، وزي صكوك كده، صكوك لتنمية الثروة السمكية وصدقة جارية. كل واحد بيجيب مثلا 1000 زريعة 500 100 على قد ما يقدر، يعتبرها صدقة جارية. لو انا جبت مثلا 100 زريعة ورميتهم في البحر من هنا الى يوم قيام الساعة، شوف ال100 زريعة دومت ربنا يجعل فيهم البركة. مثلا لو عاش منهم 50 وال50 جابوا 100 وال100 جابوا 1000، شايفين الشير الصغير ده بنقعوا تاني رجع تاني. فاقصد تبقى مبادرة جميلة جدا، وهنلاقي بلدنا كلها خير. والله يا جماعة مصر جميلة وكلها خير، كلها ثروات، ولكن عايزين بس اللي يفكر. يا حبيبي مش لا يا حبيب قلبي، مش الجهة دي، مش الجهة دي. انتوا عايزين تروحوا مش من الجهة دي، مش من هنا. نرجع تاني كده. بص بتروح كده اهو، عارف الطريق اللي ماشي ده اهو تمام، اما تعدي الجهة التانية هو بقى اللي بيودي بشبيش والحتت دي، تركب العربية من الجهة التانية مش من هنا. اسأل الراجل بتاع الميكروباص ده اهو، بتاع الميكروباص ده اللي عرفك. نرجع لموضوعنا تاني، اسأل بتاع الميكروباص ده اهو. الثروة السمكية مهمة جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بنبص نلاقي كيلو البلطي وصل كام؟ وصل 80 جنيه 90 جنيه احيانا. فليه احنا ده اللي نشوف كده، ده في دول ما عندهاش اي افرع انهار ولا محيطات ولا حقر ولا اي حاجة، وما شاء الله تمام الدنيا. احنا هنا ما شاء الله عندنا بحرين، احمر وابيض، والاحمر المتوسط، البحر الاحمر المتوسط، البحر الابيض المتوسط ما شاء الله، غير البحيرات اللي عندنا، المنزله على البردويل على البرولوس ما شاء الله تبارك الله. ده غير نهر النيل بافرع رشيد دمياط بافرعهم الافات، وجاي من تحت من اسوان لحد دمياط ولحد رشيد. يا جماعه كل ده والسمك غالي عندنا ازاي؟ في اقول ايه مثلا، في حاجه غلط. احنا لو اهتمينا شويه بالثروه وتنميتها، تنميه الثروه السمكيه دي، احنا هنصدر اسماك كتير جدا جدا يا جماعه. والله فيا ريت ان شاء الله الساده المسؤولين كده يهتموا بموضوع تنميه الثروه السمكيه ديت. ومش هنكلف الحكومه حاجه، احنا بنقول اهو زي ما بنعمل اعلانات عن صك اضحيه، صك مش عارف ايه، اتبرع بكام، احنا هنعملها برضه صكوك صدقه جاريه، ونفهم الناس ان انت لو عملت صدقه جاريه ب50 جنيه او ب100 جنيه عشان شراء زريعه، والزراعه دي تنزل الميه وتتكاثر، وطول ما هي شغاله دي صدقه جاريه ليك حتى بعد مماتك ووفاتك، صدقه جاريه ليك، كل اللي بيستفاد بيها انت بتاخد عليها ثواب. اتمنى ان شاء الله باذن الله
الكلام ده يوصل ونعمل بيه. قاعدين اهو يعني جايبين طعم دود ارض وجايبين غله وقاعدين نصطاد وعايزين نتبسط كده وفرحانين ان احنا بنصطاد، من احنا بنحب الصيد، ولكن يعني حاجه ما تشجعش، حاجه يعني ازاي اجي. وريني السمكه اللي انا طلعتها. ادي السمكه اللي طلعها، قلت له ارجعها تاني ما رضاش. اتفضل. الله العظيم، شايفين ده منظر السمكه تطلع اصلا فتحت بقها زي الطعميه. بيقولوا على السمكه ديت بقه او حاجه زي كده، ناس غنونه كده وزرقاء كده مفيهاش الا بق بس. خد يا ابني ارميها تاني في الميه، ارميها يا راجل. لا روح اكبر وتعالى لنا، دي تكبر تبقى هي دي بقى. فزي ما انتم شايفين كده، بس لولا ان احنا بنحب بس الهوايه بتاعت الصيد ما نكلفش نفسنا عناء وتعب الصياده، ويحط بنزين في العربيه وروح هنا وروح هنا وهات طعم حتى الطعم ضد الارض دلوقتي بقينا نجيب التمن كيلو منه ب 50 جنيه، وصل 50 جنيه التمن كيلو، يعني ربع كيلو ب 100 جنيه ونص كيلو ب 200 جنيه، يعني كيلو الطعم ضد الارض وصل 400 جنيه. ليه يعني؟ اغلى من اللحمه. الله العظيم، عشان يعني هي الموضوع عرض وطلب، الموضوع عرض وطلب. انت عاوز سلعه وده كتير قوي بيطلبها، فالطلب الكتير ده بيغلي من سعرها. الغله برضو بقت غاليه، تجيب كيس غله صغير شويه صغيرين كده يقول لك 5 جنيه. فالموضوع بقى مكلف، يعني احنا الموضوع بقى مكلف. ماشي يا سيدي، احنا التكلفه بتكلفه، واعمل لهواة الصيد دول زي مثلا اشتراك كده تمام سنوي، لو حتى 50 جنيه خد منه ونمي الثروه السمكيه. هات زريعه وارميها واعمل اعلانات كتير لكل مواطنين مصر. اي حد يا جماعه يصطاد سمك ولو جه في ايده سمكه صغيره يرجعها تاني عشان ما ندمرش الثروه السمكيه، يا ريت. بس هو الواحد بقى بيطلع ايه، بيبعد عن همومه ومشاكله ومتاعب الحياه وضغوطها بان هو بيجي ويمسك الايه تاني اهو، رميناها جات لنا تاني اهو، رميناها جات لنا تاني. مش عارف. معلش يا عبده بقى، معلش عبد الرحمن زعلان. ناخد طعم ناخد طعم، انا ده اللي فالحين فيه، ناخد طعم ونشيل طعم والطعم يخلص ونيجي ناخد تاني. يعني في سمكه كبيره، ما انت بترميها في نفس المكان يا عبده بترجع لك تاني، برميها بعيد. وريت لهم يا سمكه. ايوه امال ايه سمكه حجاري. طبعا امال ايه. اديله على مناخيره، اديله على مناخيره ايه. فلولا ان احنا بس بنحب نطلع نفك عن نفسنا شويه ونبعد عن مشاكل الحياه وضغوط الحياه، ما كناش كلفنا نفسنا عن التعب الصياده وكده. ولكن احنا نتمنى من الله ان شاء الله ان نشوف مصر مليانه خير، نشوف كده الواحد يطلع يصطاد كده يرجع بسمك. يعني المفترض الواحد طلع يصطاد ديت، المفترض ان اهل البيت منتظرين عودته بالخير، اللي هيعملوا بقى منه صواني ويقلم ويشوم موضوع كده. انما دلوقتي يعني بقت حاجه عاده معروفه، يعني نطلع نصطاد واحنا راجعين هم عارفين ان احنا يا اما شاريين سمك يا اما جايين فاضيين. ولكن الحمد لله على كل حال، لعل وعسى ان شاء الله الخير قادم باذن الله، الخير قادم باذن الله. بس النهارده بقى ما رضناش نبعد بعيد، قلنا خلينا في المحله، لان بنبعد بعيد زي ما بنبعدش كله محصل بعض. قلنا لا خلينا جنب المحله، وجينا عند المرور بتاع ابو علي، قلنا بقى نقعد نتسلى ونقضي وقت كده ونغير جو ونرجع تاني ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويا ريت تدعموا القناه باللايك والكومنتات الجميله والمشاركه في القناه وتفعيل زر الجرس. شو غمزه على المباشر غمزه على المباشر مع عبد الرحمن، واللي يشوف كده يقول بقى ده هيجيب بقى سمكه كبير. ما فيش حاجه جت، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش يا عبده، حط طعم عبده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.